جايين لكم النهاردة بمسلسل تكون قصته ان سيدة كبيرة في العمر بتصحى في يوم بتلاقي انها بقت شابة جميلة وبتحاول انها تصلح اخطاء الماضي. قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. بنبدأ بالجزء الاول من مسلسل من هي. بيبقى مين سوك متعصب ومتضايق من ان المنافسة بتاعته تبقى السكرتيرة اللي كانت شغالة عنده وانها عملت اكاديمية وخدت الطلاب اللي عنده، وبيمنحها من تعليق اسم الاكاديمية بتاعتها. وبتيجي حماته مال سون وبيعتبرها زي مامته وبتقوله انه مستهتر، عشان كده هي عرفت تخسره شغله وانه يبطل الحركات دي عشان بنته شايفة اللي بيحصل. وبيقوم على طول وبيطلب منها انها ما تحكيش لزوجته جي سوك على اللي عمله، وبتقوله انها هتساعده وهتخفف عن ايجار البيت، وبيشكرها اكتر على اللي بتعمله معاه. وبتيجي جي سوك وبيخافوا منها لانها شديدة في معاملتها وبيمشوا من قدامها. تبقى هانا بتعزف وكمان بتغني وبيبان انها موهوبة. وبالليل بنشوف حفلة لشركة تيونيس، ودي شركة موسيقية بيكون مديرها هان جون. وبتيجي رينا وبتعرفه ان مدير الشركة اللي هيعملوا معاها شراكة بيدور عليه، وبيروح يقابله وبيتفقوا على المكان والوقت اللي هيتقابلوا فيه. وقبل ما بيمشي بيتكلموا رينا وبيعرفها ان ده اخر مشروع ليه، وبعد ما ينفذه هيمشي من الشركة. تاني يوم بتيجي رسالة لهان جون انهم في مشكلة بسبب اختفاء المغنية الرئيسية إيميلي. بنشوف السيدة مال سون في المطعم اللي بتأجره لمجموعة من الشباب وبتدوق الأكل وما بيعجبهاش وبتهزقهم وبتمشي. وفي طريقها للبيت بتجيلها من حفيدتها هانا رسالة وبتروح تغني معاها، وبتبقى هانا صوتها حلو جدا وبتنبسط بيها جدتها. ولما بتخلص بتدخل مال سون وبتغني بس بتتعب، وبتقول لها هانا انها ما تقلقش وانها هتبقى افضل مغنية عشان تحقق حلمهم سوا. في الشركة بتكون الانسة تشان جي بتطلب انها ما تحضرش العرض الافتتاحي، وده بيعصب زميلها. وبتيجي مديرتهم جي سوك ولما بتعرف المشكلة بتقول ان هي اللي هتحضر مكان تشان. وبيكون في مكان تدريب الفرقة تتكلم رينا مع بقية الفرقة بخصوص ايميلي اللي اختفت، وبتسألهم كلهم وبيقولوا انهم ما يعرفوش حاجة. وبيجي هان جون بيقول انه هيدور بنفسه وهيعرف هي فين، وبيبعت رسالة لإيميلي بيسألها هي فين. وبالليل بيروح يتعشى مع رئيسة الشركة كيم، بتبقى متسلطة وبيخافوا منها جدا. وبيقول هايون انه بعد المشروع ده هيسيب الشركة، وبترد عليه انها مش موافقة وانه يشيل الموضوع ده من دماغه. وتاني يوم بتبقى مال سون مجهزة الفطار وبيقعدوا كلهم، وبيشكرها مين سوك على الفطار الجميل ده. وبتقول مال سون انها تشارك في مسابقة للغناء، وبترد جي سوك عليها انها تحرج نفسها وهتحرجنا معاها وانها بقت كبيرة في السن. وبتتضايق مال سون من كلامها وبيهون عليها مين سوك وبيقول انها مسابقة ملهاش لازمة وبلاش تروح. وبتعند مال سون انها هتروح غصب عنهم. وبتقول جي سوك لهانا تجيب درجة كويسة في امتحان تحضير الجامعات والا مش هيقبلوها في الجامعة. وبتنكد عليهم جي سوك وبتسيبها مامتها وبتخرج. وبيقابلها صديقها بارك وبياخدها لمسابقة الاداء، وفي المكان بيقول لها انها تبقى مبسوطة. وبتقول ان جي سوك بتعملها وحش على طول وبيهون عليها. وبيكون في الوقت ده بيجي هان جون وكيم، وده عشان هيمضوا العقود مع الشركة وبعدها بيشرفوا على تجارب الأداء. ولما بتتسأل مال سون عن حبها للمغنية كيم بتقول انها مش عارفاها اصلا ومش مهتمية بيها، وبتدخل لتجربة الأداء. ولما بتشوفها كيم بتتفاجئ وبتقول مال سون انها هتغني اغنية بتاعت كيم بس في الاصل كانت ليها. وبتبتدي تغني وبيكونوا مبهورين بصوتها، وبتبتدي انها تعيط في نص الاداء وبتخسر المسابقة. ولما بتخرج بتقول لها كيم ان مش اي حد يغني، وبتنهار مال سون من الحزن. وبيروحها بارك وبيهون عليها ان صوتها حلو بس سنها كبر على الغنى. وبتسمع صوت جاي من البيت، وده بسبب ان هانا بتقول لمامتها انها مش عايزة تدخل الجامعة ومش هتبقى مبسوطة بتحقيق حلم مش بتاعها، وانها عايزة تعمل اللي بتحبه. وبتيجي مال سون وبتحاول تهدي جي سوك وبتتعصب عليها وبتقول لمامتها كلام يزعلها، وكمان انها ما كانتش بتهتم بيهم ومش عارفة تساعدهم. وبتقول مال سون انها كانت بتهتم بيها من صغرها وعلمتها وكبرتها. وبتطردها جي سوك من البيت وبتقوم تمشي. وفي الشارع بيكون الجو ممطر وبيعرض عليها شخص انه يوصلها للمكان اللي هي عايزاه. وبتركب مع العربية وبتنام فيها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في استوديو تصوير، وبيجي الشخص ده وبيقول لها
انه هيصورها صورة وبعدها تمشي، وبتوافق. ولما بتفوق بتلاقي نفسها رجعت بالسن 30 سنة وبقى عندها 20، وبتبقى شابة جميلة جدا. ولما بتخرج تسأل الناس هم شايفينها كبيرة ولا صغيرة، وبيستغربوها واستغربوا سؤالها، وبتسيبهم وتمشي. ولما بتشوف نفسها صغيرة بتعيط وبتبقى مش فاهمة حاجة. في البيت بيتكلم مين سوك مع مراته وانها قصت على مامتها وانها لازم تصالحها، وبتزعق معاه وبتقوله انها عارفة طريق البيت، لو عايزة تتكلم هتيجي. وبترجع مالسون للبيت وبتلاقي ان في سيدة بترمي عليها مية، فبتبعد وبتيجي في شاب تاني بيبقى واقف وراها وبيبقى شارب ومش فايق، وبتعتذر له. بس بتيجي مالسون وبتحاول تفكره بنفسها، وبيفتكر انها بتجري وراه ومعجبة بيه، وبيحاول يقرب منها وبتضربه جامد. ولما بتشوف نفسها في المراية بتلاقي انها بقت شابة جميلة ولازم تستغل ده. بتروح على المطعم وبتطلب اكل، ولما بتدوقه بتهزق اللي شغالين في المكان لان طعمه وحش جدا، وبيعتذروا لها تنصحهم ازاي يعملوا الاكلة دي، وبيعتذروا تاني. ولما بتمشي بتفتكروا ان مالسون هي اللي بعتاها، وفي طريقها بتشوف بنتها جي سوك، بس سوك ما بتلاحظهاش، وبتقرر تروح على استوديو التصوير وبتلاقي ان المحل ما بقاش موجود، وبتشوف محل لللبس وبتقرر انها تدخل تشتري هدوم. وبيلاحظوا اللي في المحل انها جميلة جدا، فبيصوروها بالهدوم الجديدة عشان ينزلوها عندهم على الصفحة. بيبقى هان جون بيحاول يتصل على إيميلي وبيلاقي رقمها مقفول، وبيحبط جدا وبيروح المطعم وبيفتكر ذكرياته مع إيميلي وإنه كان بيحبها، وبيفوق من الذكريات دي. وبتشوف مالسون مالها ليلي كانت بتروح وهي صغيرة، ولما بتدخل وبتحاول تطلب مشروب بتلاقي المكنة الإلكترونية مش عارفة تستخدمها، وبتتفاجئ إن هانا بتساعدها وبتطلب لها. وبتشوف مالسون ان هانا بتجمع الموجودين وبتبتدي تغني وبتنبهر بصوتها. ولما بتخلص هانا وبتطلع بتلاقي مالسون، وبتحاول مالسون انها تتكلم معاها، وبتقول انها عارفة عنها حاجات كتير وعايزة تتكلم معاها لوحدهم، وبتعرفها انها قريبتهم من بعيد. ولما ما بترضاش تساعدها بتطلع مالسون التليفون بتاعها عشان تتصل على اهل هانا، وبتترجاها انها ما تعملش كده. ولما بيخرجوا بتقول هانا انها عندها تجربة اداء ولازم تروح عشان تريح، فبتترجاها مالسون انها تساعدها. وعلى الناحية التانية بيكون هان جون بتجيله اتصال من رينا انها لقت ايميلي وبتبعت له صورها، وبيروح على المحل بسرعة. ولما بيسألهم بيبقوا مش عارفينه اصلا وبيستغربوا سؤاله، وبيعمل انه بيتصل على رينا وبيقول هو مين، وبيتفاجئوا وبيبتدوا انهم يساعدوه لان المحل بتاعهم هيتشهر. وبيوريهم صورتها وبترد عليه انها راحت مع صديقتها لغرفة الغناء، وبتكون سون بتغني بطاقة وحيوية ومبسوطة من صوتها جدا، وبتطلب اغنية كمان وبيسمعها هان جون وبيبقى مذهول من صوتها. وفجأة بتتعب سون وبطنها بتوجعها، وبتقرر انها تروح الحمام. ولما بتطلع بتروح بسرعة على المتجر عشان تشتري منه فوط، وبتبقى محرجة جدا لان بقالها كتير ما اشترتهاش. واول ما بتتحرك بتخبط في هان جون، ولما بتمسكها بيحاول ياخدها منها، وبتفكر انه منحرف وبيقول لها ليه اختفت الفترة اللي فاتت، وبتستغربه وبتسيبه وتمشي. ولما بتخرج بتقول لها هانا انها لازم تمشي لان عندها تجربة اداء في شركة يونس. وبيجي هان جون وبيتعصب عليها وبيقول لها تبطل تمثيل، ولما بيقرب منها بتصرخ في وشه، وبتسمعها هانا وبيديها هان جون فيديو لإيميلي وهي بتغني، وبيكون الشبه بينهم كبير. وبتتفاجئ مالسون وبيديها الكارت بتاعه، وبتكون هانا بتصور اللي بيحصل وبتعرف ان اللي كان بيكلمها يبقى هان جون. تاني يوم بتكون جي سوك رايحة مكتب الرئيس، وهناك بيعرفها انها تترقى وهيحتفلوا بيها، وبتخرج وبتفرح جدا وبيفرح بيها كل الموظفين، وبيكلمها المدير السابق وبيهنيها على المنصب الجديد. بتتصل بزوجها وبتقلقه، ولما بيروح يشوف حصل ايه بتقوله انها اترقت، وبيفرح بيها جدا وبيحضنها وبيقول لها انهم لازم يحتفلوا. وبيدخلوا البيت وبتكون سمعهم مالسون وبتزعل انهم مش فاكرينها ولا حتى اهتموا انها غابت. تاني يوم الصبح بيكون هان جون محبط لانه لقى ايميلي بس هي مش عايزة تيجي معاه، وبتيجي المساعدة بتاعته رينا وبتقوله انهم هيلاقوا حل اكيد.
وبيعرفوا ان ايميلي جت، وبياخدها هان لمكتبه وبيقول لها انهم قدامهم 3 شهور عشان يجهزوا للحفلة ولازم تستعد. وبتتعصب عليه مالسون ان المدة قليلة جدا، وبيبقى حاسس ان طريقة كلامها مختلفة. وبتوصل الشركة مالسون الكبيرة في السن، وبتدخل الشركة وبتستعد هانا انها تدخل عشان تجربة الاداء. وبتسأل مالسون على المدير هان، وبتقول انها هنا عشان ايميلي. وبتشوفها هانا وهي داخلة المبنى وبتحتار جدا لسبب وجودها. وبتكون مالسون الصغيرة خارجة من الحمام وبتشوف نفسها وهي كبيرة وبيتفاجئوا. ولهنا بيخلص الجزء الأول من مسلسل من هي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل الملخصات الجديدة. وبالمناسبة لو عندك مسلسل حابب نلخصه اكتبوا لنا في التعليقات. شكرا لكم على المتابعة ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.